الكفاءة والفاعلية الefficiency والeffectiveness. ناس كتير بتتلخبط بين المصطلحين دول وبتخلط بينهم أو بتشوف إنهم شبه بعض وليهم نفس المعنى. فهنحاول دلوقتي إن احنا نشرح الاتنين بشكل مفصل ونفك اللبس اللي موجود بينهم. في تعريف للإدارة بيقول إنها عملية الهدف منها هو توجيه الجهد المبذول لتحقيق الأهداف عن طريق الموارد المتاحة بأقصى درجة من الكفاءة والفاعلية. يعني الكفاءة والفاعلية دول مرتبطين بمدى نجاح الإدارة. فإيه هما بقى الكفاءة والفاعلية؟ الفاعلية بكل بساطة هي إنك تنفذ العمل المطلوب بشكل سليم، يعني do the right things، إنك تحقق الهدف المطلوب. أما الكفاءة فهي إنك تنفذ العمل المطلوب ده بطريقة صحيحة do things right. لسه مش فاهم؟ نقول تاني. الفاعلية بتركز على تحقيق الهدف أو التارجت، بينما الكفاءة بتركز على العملية أو البروسيس ومرتبطة باستهلاكك للموارد، سواء كانت الموارد دي بشرية أو مواد خام أو فلوس، عشان تقدر تحقق الهدف ده، يعني تحقيق أقصى استفادة من الموارد اللي انت استخدمتها. فالفعالية بتتحقق لما يكون في رؤية وهدف واضح، بينما الكفاءة بتتحقق لما يكون في تخطيط وتنظيم ورقابة ومتابعة. نشوف مثال عشان الصورة توضح أكتر. هنفترض إن في مصنع بينتج 1000 عبوة من منتج معين شهريا، ومصنع منافس بينتج 900 عبوة من منتج مشابه باستخدام نفس الموارد ونفس ظروف التشغيل. فالمصنع الأول ده أكثر كفاءة لأنه استخدم الموارد بشكل أفضل. لكن لو عرفت إن ال1000 عبوة دول فيهم نسبة منتجات معيبة 15%، في حين إن المصنع التاني الكواليتي عنده 100%، فكده المصنع التاني ده أكتر فعالية، لأن الفعالية زي ما قلنا بتركز على النتائج. نشوف مثال كمان. لو انت بتروح شغلك بالعربية والمشوار بياخد منك نص ساعة، وفي يوم كانت عربيتك عطلانة فركبت مع واحد صاحبك ساكن جنبك وشغال معاك في نفس الشركة، ولقيته خد نفس المشوار في 20 دقيقة بس، لكنه كان سايق بتهور وسرعة كبيرة. فانت كده أكتر فعالية منه، لكنه هو أكتر منك كفاءة. اللي عايزين نقوله إن الإدارة في أي كيان لازم تراعي الكفاءة والفاعلية في نفس الوقت، ولازم تربط ما بينهم لما تيجي تقيس الأداء وتقيمه. أتمنى كده إن الصورة بقت واضحة. شكرا على المشاهدة ونتقابل قريب إن شاء الله.